لما الحكومة تطرح صكوك ب4 مليار في بورصة لندن بالمخالفة للمادة 127 من الدستور وبضمانات لا نعلمها، لأن قانون الصكوك بيقول لك حط ضمانات. لما يكون ده التعامل مع البرلمان المصري، ده يخلق مناخ استثماري يخلي حد عنده جاذبية ان يجي يشتغل عندك. بناء احترمنا احد ويأتي الينا مستثمرا الا لو كان عندنا شفافية. هذه الحكومة ليس لديها شفافية مع الداخل، مع البرلمان ومع الشعب المصري. سيادة الرئيس، السادة اعضاء المجلس الموقر، انتم من تحدثتم بان هذه الحكومة مع الاحترام لشخوص رئيس الحكومة والوزراء وكل الناس اللي موجودين، احنا مختلفين على سياسات نتيجتها البلد اللي بتنتج 4 مليون طن رز بتستهلك 3.3 عندها عجز. طلع الرز فيها 200%، ما حدش اتحاسب. قلنا حاسبوا الوزير اتحمى وبقي في موضعه. لما نقول هذا الكلام بنقوله حسبة لله ولمصلحة البلد. البلد بتئن، ايوه بتئن يا ريس. الشعب تعب جدا، رايح بحال البلد. الشعب ده مانع اي حد يتنافس معاها، حريص واحرص مننا كمان على استقرارها. ده قلت كمان يشعر ان برلمانه شايف كل هذه الاخطاء وعنده استعداد ان يمد ايده ويغير. مش آلهة الحكومة، مش آلهة. في ثواني وناس وضع سياسة اخطأهم فليرحلوا بهدوء، فليرحلوا. بنشوف ده في كل الديمقراطيات. كل الديمقراطيات بتتبدل الحقائب، بيتبدل شخوص رؤساء الحكومة، بتوضع برامج بديلة يكون احنا صح وماشيين صح وما بنغلطش ومحدش بيجي ومحدش بيعتذر. اي منطق. سيادة الرئيس، هذا البلد مسؤوليتنا جميعا. انا بتكلم من قلبي، شكرا.